ايوه غلطة عبود الاتاك يا جيع مجتمعنا صاير منحرف ما منه الطريق مخرج كل ما للدنيا بتتوسخ على البريق ما عاد بتفرج الحلم بيضيع بلحظة لو ما كان الشخص واعي الامل وراه حزن لو جربت تخاوي الافاعي وقالوا لبنى تعرفوا عبعد بصدفة جوا الجامعة كانوا بنفس الفرع يدرسوا بنفس الاختصاص لبنى سحرت قلب وائل بعيونها اللماعة من اول نظرة بابتسامتها بحب غاص مرت الايام وتلاقوا واعترفوا بمشاعر القلب مرت الايام وزاد بينهم الحب صار وائل الها السند اللي عليه بتعتمد لو حست قرب الدفافة بايديها اللي بينجيها من البرد وائل وعدها انه يخطبها وعدها تصير حلاله وعدها انه يشتغل وانه يصمد كل ماله حتى يبني مستقبل زاهر ليعيشها بحضنه وعدها تصير مرته وببطنها تحمل ابنه التفكير غازى حالي خلاني باصعب مكان بصرخ وبسمع صدى بترد علي الجدران طريقي نهايته نور قلت الحزن رح ينسرق قربت شفت امالي قدامي عما تحترق ايام بتجي وبتروح والحب بيناتهم بيزيد لبنى صارت عند وائل اقرب من حبل الوريد كل يوم بيحكوا لنص الليل وما بيخلص الكلام ما يخفوا الا عصد وبعض وحتى يتلاقوا بالاحلام وائل خبر لبنى انه بده يعرفها على امه يعرفها كيف هو عايش ويفرجيها لاهله لبنى ترددت وقالت مانو يا وائل من الاصول خبرها لبنى ما تخجلي انت يا حبيبتي مو معقول فانجبرت انها تطلع حتى وائل ما يزعل وفعلا عينها من الخوف كانت راحة تدبل طلعوا وصلوا على البيت ما حدا استقبلن كضيوف قالت له وائل وينن اهلك قال فوتي حتى نشوف فاتت وقفل الباب ولبنى صدمت من حركاته قالت بعقلها بدها تطلع وبعدها تخيلت حالها تركته وائل ما خلاها تغادر رماها على الارض عنوة نزل فيها اغتصاب وفضى كل الشهوة التفكير غازى حالي خلاني باصعب مكان بصرخ وبسمع صدى بترد علي الجدران طريقي نهايته نور قلت الحزن رح ينسرق قربت شفت امالي قدامي عما تحترق تاني يوم رماها برا بيته وثيابها مشروطة قال ما كنت طلعتي معي لو مانك وحدة شرموطة لو مانك رخيصة ما عطيتيني الشرف بقرف وهلا ما عاد تلزميني لانك صرتي بلا شرف لبنى صارت تبكي ودمها عبا ثيابها من جوا ردت على البيت بعفوية وخبرت اخوها طبعا ما استحمل يلي سمعه فشال السكين وغرس سلاحه بقلبها وزاد نصف جسمها المسكين ماتت والدمعة بعينها ابوها رقد مسكها وهي كانت اللي مدللة ما استحمل انه خيا قتلها شال السكين وضرب ابنه لحتى قتله فجأة رابط الحبل على رقبته خلى نهايته المشنقة الام عينها وقعت على الارض انصابت بالجلطة وكل هالشي دمر العيلة والسبب كان غلطة الام عينها وقعت انصابت بالجلطة وكل هالشي دمر العيلة والسبب كان غلطة الام عينها وقعت على الارض انصابت بالجلطة وكل هالشي دمر العيلة والسبب كان غلطة التفكير غزى حالي خلاني باصعب مكان بصرخ وبسمع صدى بترد علي الجدران طريقي نهايته نور قلت الحزن رح ينسرق قربت شفت امالي قدامي عما تحترق